ازيكم يا بنات؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص قربنا على العيد، ربنا يجعله عيد مبارك يا رب. علينا جميعا ويبلغنا جميعا ليلة القدر. النهاردة هنبدأ في نواعم العيد، هعمل معاكم الكحك وهنعمل حاجات جديدة. هنعمل كحك الأوريو، كمان كحك اللوتس، وكمان كحك الريد فيلفت. يعني بصوا الوصفة دي أنا معتمداها بقالي 4 سنين مش بغيرها. وصفة كحك جميلة وسهلة وهيطلع دايب دوب، وكمان هنعمل الأطعمة الجديدة اللي محدش هيدوقها غير عندك انتي بس. فتابعوا الفيديو، هنقول كل أسرار نجاح الكحك، ازاي تعمليه من أول مرة ولوحدك ويطلع أحلى من الجاهز. اللي بيشوفني بقى لأول مرة ما ينساش ان هو بقى يحط لايك للفيديو، واشتركوا في القناة وخلوا الجرس يرن يا بنات علشان يجيلكم الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. كل الكمية الحلوة دي اللهم بارك من كيلو واحد بس من الدقيق، يعني هنعمل كيلو كحك. بصوا بيطلع الكمية دي طعم وريحة ويعني عارفين ذوبان كده. ان شاء الله هيعجبك قوي. بدأت بقى النهاردة في بداية اليوم زي ما احنا متعودين، لو بنعمل تجهيزات تفريزات هنبدأ نعمل أي شغل لازم نتأكد من نظافة البيت بتاعنا والشقة بتاعتنا. اليوم ده أنا نزلت البنات المدرسة، كنا لسه بنمتحن. أنا باعمل الحاجات دي الصبح بدري لأني الوقت ده بابقى فاضية فيه. كمان ما باحبش أضيّع اليوم. بعد الفطار بيبقى بقى صلاة التراويح وقراءة قرآن، وإحنا في العشر الأواخر مش عايزين نضيّع الأيام الحلوة دي. فصحيت بدري اتأكدت من توضيب كده الشقة، وإني عدلت الدنيا كانت معدولة بس عدلت كده الحاجات اللي كانت متبهدلة. الجو كان جميل النهاردة، دخلت كده في البلكونة نشرت الغسيل وجبت ورقة وقلم كده وقعدت أكتب الحاجات اللي أنا عايزاها عشان هنزل أجيب المشتريات بتاعتي اللي هعمل بيها إن شاء الله كل نواعم العيد، الكحك والبسكوت والبيتي فور. تابعوا معايا الفيديوهات اللي جاية، هنزل لكم إن شاء الله كل حاجة هعملها. كان عندي بقى شوية مواعين كده، رحت على طول منضفة المطبخ وحاطة المواعين في غسالة الأطباق. لميتهم كده كلهم. بصوا هي يبان لكم ان الحاجه نظيفه بس هي مش نظيفه والله يا بنات، هي الكاميرا بس مش مبينه الحاجات اللي في الاطباق وكده. انا بشطفها بس كده يعني تحت الميه عشان برضو اللي بواقي اكلي ما تسدليش الفلتر او حاجه. وبصوا كل الكميه دي هحط نص بس. آم آه نص ايه نص قرص من المسحوق، وبشغل الغسالة. خلصت بقى كده وسبتها تشتغل مع نفسها ونزلت جبت الطلبات. جبت حاجتي منين بقى؟ انا جبت حاجتي من كازيون. انا عندي هنا في الشارع بتاعي، يعني اخر الشارع بتاعي فيه كازيون. الكازيون طبعا انتوا عارفين اني موجود في كل حتة. كانوا عاملين عروض، الاسعار بصراحة كانت كويسة، كل المنتجات منتجات يعني مصرية ونازل عليها عروض وكويسة جدا. يعني أنا الحمد لله إحنا طبعًا في المقاطعة، يعني جِبت جنة إني فِرن من ضمن المقاطعة فما جِبتهاش. الحاجة الوحيدة بصراحة اللي ما لقيتلهاش بديل هو اللبن، البودرة. ما لقيتش أي نوع كان موجود مصري، يعني والله كنت متضايقة جدًا وأنا باجيبه بس فعلًا ما لقيتش. وكنت الصبح بدري وكنت عايزة أجيب الحاجة بسرعة وأرجع، اضطريت إن أنا جِبته يعني. جِبت بقى الحاجات دي زي ما أنتم ما شايفين كده. الدقيق ده كان اسمه بيلا نوفا، كان سعره 20 جنيه. عندي واحدة صاحبتي وحبيبتي قالت لي أهم حاجة في الدقيق يكون مكتوب عليه استخراج 72%. ده إن شاء الله تعملي حاجتك وانتي مطمنة. فجبت الدقيق والسمنة استخدمتها روابي، وكمان الزبدة جبتها جنة، الحمد لله كانت الحاجة جميلة. جِبت بقى الحاجات بتاعة التزيين والشوكولاتات والحاجات دي من محل ياسر التوحيد. يعني لو في حد منكم يعرفه هو عنده فروع. ده محل كده كبير بيبيع كل مستلزمات الحلواني. جِبت بقى السكر، البودرة. يعني السنة دي إن شاء الله هاحاول أغيّر شوية عن الحاجات اللي باعملها كل سنة في التزيين. فجِبت كده شوية حاجات مختلفة هاشرحها لكم بالتفصيل كده في الفيديو واحنا بنشتغل بقى إن شاء الله. جِبت بسكوتات باللوتس والريد فيلفت والأوريو، وكمان جِبت السكر البودرة. كانوا عاملين عرض على شوكولاتة سما دي، يعني الشوكولاتتين كانوا ب30.
والباكت البسكوتات دي كل باكت سعره 60 جنيه. جبت كمان بقى سمسم والنشا الابيض ده هناك نشا. مرضتش اجيب بقى المرة دي مربى ولا حاجة للسابليه والبيتي فور، ان شاء الله هنحشيهم مع بعض شوكولاتات. فجبت الشوكولاتة الماكساتيلا، طبعا دي بديل النوتيلا لانها في المقاطعة. وجبت كمان زبدة اللوتس، دي برضو نوع مصري اسمه روتس. ودي الحاجات اللي انا جبتها بقى، اللي موجودين الصغننين دول روايح الكحك والبسكوت وجوز الهند. احلى حاجة جبتها فرحانة بيها هو القمع ده، كيس الحلواني، بصوا خطير لانه من جوه واتر بروف. مش بيشرب السمنة، عارفين من جوه مشمع كده، فحلو جدا، مش بيشرب السمنة ولا الزبدة اللي انتي حطاها. كمان جبت القوالب دي اسمهم ايه، القمع الصغنن ده من عنده. الخامة بجد حلوة جدا يا بنات، يعني بصوا الواحدة كانت ب20 جنيه، بس الخامة جميلة. اللي عايز الأرقام بتاعتهم يعني اكتبوا لي تحت في التعليقات، هكتب لكم بالظبط رقم كل واحدة. جبت واحدة للبسكوت واحدة للبيتي فور. ده اهو اسم المحل ياسر التوحيد. بجد ما شاء الله الحاجة اللي موجودة جودتها حلوة جدا، والأسعار كويسة قوي قوي يعني. يلا بقى نسمي الله ونبدأ في الكحك، وربنا كده يحسن ختام الحاجة إن شاء الله اللي بنعملها مع بعض. هبدأ كده الكحك، أنا هعمل كيلو واحد من الدقيق. المقادير اللي أنا هقولها دي كلها بقى دي الكيلو واحد، حابة انت تضعفي ضعفي واعملي طريقة الكحك دي وانتي مطمنة. على كيلو الدقيق حطيته كده، دول بالظبط 100 جرام من السمسم. انا كنت بوريكم ان ال 100 جرام بيعمل بالظبط 3 ارباع كوبايه. ده سكر بودره، هحط ربع كوبايه من السكر البودره. هنجيب كده كل المكونات الجافه كلها مع بعض، مفيش اسهل من الطريقه دي. كيلو دقيق حطيناه، كوبايه الا ربع من السمسم، ربع كوبايه من السكر البودره. هجيب بقى كمان دلوقتي باقي المكونات، بوريكم بس ان اهم حاجه لازم نقفل كل الاكياس اللي بنفتحها علشان مفيش حاجه تتهدر منك. حطيت كمان كيس لبن بودر وكيس بيكنج باودر. هي دي المكونات بتاعتنا بتاعه الكحك، ولا هنضيف اي حاجه تاني. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. دي ريحة الكحك. انا جبت اللي هي السايلة، هي بصوا العبوة كلها معلقة كبيرة، احنا اصلا عايزين معلقة. سواء جبتي السايلة حطي معلقة، جبتي اللي هي بتبقى بودر حطي معلقة. على الكيلو الدقيق ده احنا عايزين نص كيلو من السمنة. فانا النص كيلو من السمنة بصوا بالظبط بيعمل آه كوبايتين، 3 ارباع كوبايات الا ربع. يعني 3 كوبايات الا ربع، ماشي كده. يعني بالظبط كوبايتين وتلات ارباع. انا حطيت نصهم سمنه بلدي، السمنه دي ماما اللي كانت جايباها لي، ربنا يا رب يعني يخليها لنا ويديها الصحه. السمنة بجد جميلة، فحطيت نص الكمية سمنة بلدي، والنص التانية استخدمت روابي. روابي بجد ما شاء الله ريحتها حلوة جدا، يعني لو عايزين تدخلوها في اي حاجة فيها سمنة استخدموها وانتم مطمنين، بجد ما شاء الله ريحتها حلوة قوي، والقوام بتاعها مرمل كده، وتحسوها يعني انا عن نفسي بحسها اقرب حاجة لل... للسمنة البلدي. فزي ما احنا ما قلنا كده على الكيلو حطينا نص كيلو من السمنة. اهم حاجة السمنة اللي انت هتكوني بتستخدميها ما تكونش ولا تسيحيها ولا مقدوحة، ولا تكون متلجة متلجة. يعني سيبي المكونات بتاعتك بره كده تاخد حرارة المطبخ قبل ما تبدأي تشتغلي. الكعك ده اللي احنا هنعمله على البارد بنستخدم فيه البيكنج باودر، بيطلع ناعم عن الكحك السخن. ايه الفرق بينهم للناس اللي مش عارفة؟ الكحك السخن لو انت هتعملي كمية كبيرة وهتشيلي من فترة كبيرة وعايزة يقعد معاكي مثلا شهر شهرين، فلازم تعملي سخن علشان يقدر يعيش معاكي. لكن لو انت عاملة كمية صغيرة زي كده هتتاكل في مدة صغيرة، فاعملي البيكنج باودر ده على البارد. يعني بيبقى طعمه جميل، لان ده لو اتشال قعد كتير قوي هيعفن، فهو ده الفرق بين الاتنين. فما تقدحيش السمنة علشان طعم الكحك وريحته هتغير بعد يومين في الطريقة دي، لازم السمنة تتحط باردة.
اهم حاجة بقى نقعد نعجن 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 لحد بصي ما ايديكي يعني تتخدل. اهم حاجة العجن، العجن في المرحلة دي هو نجاح الكحك. انا بصوا المقطع ده كان ممكن اشيله، بس حبيت ان انا اضيفه علشان لو عملتوا العملة دي تعرفوا تعالجوا المشكلة ازاي. انا كل سنة ما بستخدمش العجان في الكحك بصراحة، بس انا يعني دراعي وجعني شوية بقالي فترة، ففعلا ما كنتش قادرة اعجن كتير، فجبت العجانة وبدأت اعجن. فهتحسوا ان المكونات عارفين السمنة ساحت قوي من كتر الضرب. فتعملي ايه بقى في المرحلة دي؟ تسيبي شوية، تدخلي الكحك ده التلاجة 10 دقايق، تسيبيه 10 دقايق بالظبط هتلاقيه لم معاكي. بصوا العجينة لازم تبقى طرية قوي، شايفين عاملة ازاي؟ مش بتلزق بس طرية جدا. بعدين بقى بنحط على الكيلو الكحك ده كوباية من المية، بنفس الكوباية اللي احنا كنا بنعاير بيها كل المقادير اللي فاتت. لما بتحطي المية ما بتعجنيش كتير، يا دوب بس بلم المية. ليه بقى؟ لان كتر العجن في المرحلة دي هينشف منك الكحك، وما تزوديش عن كوباية المية لان برضو كتر المية بتنشف الكحك. فخدي بالك من الخطوات يعني الحاجات البسيطة دي علشان ان شاء الله تطلعي كحك يكون طعمه جميل، وزي ما يعني ان شاء الله تكوني كده عايزة، واحلى كمان من بره. هلم بس كده المية من العجينة وخلاص كده، مش هعجن تاني خالص، عشان بس اتأكد ان انا يعني عارفين لميتها حلو. حطيتها كده معاه عندي على الرخامة، وهلمها بس كده بايدي وهسيبها ترتاح 10 دقايق. سيبيها ترتاح 10 دقايق قبل ما نبدأ بقى في التشكيل او الحشو. حابة بقى تعملي الكحك بتاعك سادة، حابة تعمليه بالملبن بالعجوة، اللي يريحك خالص. الحقيقة ان انا كنت يعني اكتر حاجة بحبها السادة والملبن، وكنت فاكرة ان انا عندي ملبن، يعني انا كأني شفته في التلاجة، عارفين متأكدة ان انا عندي ملبن عشان كده ما جبتش. جيت دلوقتي في مرحلة التشكيل لما سبت الكحك يرتاح داخلة بدور عليه ما لقيتش ملبن، ما لقيتوش خالص. وكنا الصبح بدري وما كنتش صراحة ان انا فاضية انزل خالص، فاضطريت بقى ان انا اعمله سادة. قلت مش مشكلة، يلا هيبقى برضو حلو ان شاء الله، فعشان كده ما حشيتهوش. بس انا يعني دايما صراحة بحشيه بالملبن. لو هتحشيه اتأكدي اهم حاجة ان الملبن اللي انتي هتجيبيه يكون ملبن للحشو مش ملبن للاكل. وخدي بالك ما تكتريش السمنة، في ناس بتحط احسن طريقة بصراحة لو انتي تحطي الملبن على طول جوه الحشوة. حسيت الملبن ناشف قوي، على النص كيلو ملبن هو معلقة واحدة من السمنة، ما تكتريش عن كده عشان ما تطلعش بره. اهم حاجة ان انتي وانتي بتشكلي ان انتي تكوري كويس جدا الكورة بتاعة الكحكاية، كوريها حلوة على ايدك عشان ما تشوفيش اي تشققات فيها بالمنظر اللي انتوا شايفينه معايا ده. وحاولي على قد ما تقدري يبقى الكمية يعني كل كحكاية قد التانية عشان تاخد نفس التسوية. انا جبت البصامة دي وبدأت ابصم، وده كده كان اول صاج معايا. ما بندهنش الصاج اي حاجة خالص يا بنات، طبعا يعني هو مليان سمنة فمش محتاج. هقول لكم كذا طريقة للتشكيل. اسهل حاجة بصراحة البصامة اللي استخدمناها في الاول. في برضو دوت اللي هو الأداة دي مش عارفة اسمها ايه، بتعمل برضو اشكال، عملت معاكم اهو ممكن تستخدموها شكل. كمان عارفين اللي هي بتوع زمان دي، القطاعات بتوع زمان اللي كنا بنستخدمهم، انا برضو كانت عندي 2، فبرضو هعملهم كده معاكم واوريكم. بصراحة انا مش بحب دول قوي لان بحس ان الرسمة فيها بتضيع، ما بتبقاش باينة بعد التسوية. بس برضو حبيت اجرب لكم الشكلين اللي هم بيبقوا معايا. فيعني التشكيل دي براحتك بقى، حابة تعملي بالبصامة، حابة تعملي بالقطعات الصغننة ديت، حابة تنقشي بالمنقاش برضو براحتك. انا على فكرة بحب انقش بالمنقاش قوي، يعني عارفين احساس كده ان انتي بتنقشي بيبقى بجد حلو جدا، بس هو بياخد وقت شوية. وفي ناس ليها مزاج ان الكحك لازم كده تقعد وتنقشه على ايديها. انا بصراحة كنت يعني بحاول انجز جدا، لاني في وقت قصير، يعني انا كل يوم بعمل حاجة الصبح كده في الساعتين 3 ساعات بتوع الصبح، بحاول ان انا اخلص. فالمنقاش الصغنن ده بصوا
هعمل معاكم يعني طريقتين. الطريقة السهلة البسيطة دي بتقرصي كده من تحت ومن فوق بالشكل الصغنن ده. وممكن كمان تعملي بقى الطريقة التانية دي. اهم حاجة زي ما قلت لكم، حاولي الكورة تلفيها حلو قوي وتنعميها في ايدك. الطريقة دي بقى سبعات كده في التمانيات، اطلعي وانزلي اطلعي وانزلي، بتبقى بالشكل ده. فيعني نقي الطريقة اللي انتي عايزاها. انا اسهل حاجة عندي هي البصامة، وبتطلع صراحة شكلها برضو بتبقى جميل، والشكل مش بيختفي خالص بعد التسوية. والشكل ده اللي احنا بنشوفه في كل محلات يعني الحلواني او الناس اللي بنجيب منها الكحك، وبتبقى اسهل حاجة. هبدأ بقى اكمل الكمية بتاعتي. انا عملت تقريبا نص كيلو الكحك كله سادة بالطريقة دي. التسوية بقى في الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 بالتبعيل لحد ما ياخد لون خفيف من تحت. وما تقرصيش قوي عليه بقى في التسوية، عشان ما ينشفش قوي، بس لازم تتأكدي من السوا. تتأكد من السوا ازاي؟ دي طبعا ماما بقى اللي دايما بتقولي الحركة دي. لازم تفتحي كحكاية تتأكدي من ان قلبها من جوه يكون مستوي. التسوية في ايدك انتي. انا عن نفسي بحب الحاجة مستوية شوية، يعني بقرص عليها في التسوية. فهتلاقوني في كل حاجة كده متكية في التسوية على الحاجة، عشان احنا بنحب الحاجة كده. المهم خدت شوية كده من عجينة الكحك، وجبت كده البسكوت اللي بالأوريو اللي أنا كنت موريه لكم كده معايا. وبدأت أحط شوية وأبدأ أخلط كده بإيدي وأدخل كل الأوريو جوه العجينة، وأتأكد إن كده إيه مفيش حتة فاضية وحتة مكلكعة. اعجنيها بمنتهى البساطة كده، هتطلعي كحك بالأوريو. أنا حاولت بس السنة دي إن أنا أجدد كده شوية، أعمل يعني حاجة جديدة. كمان عندي البنات عارفين ما بيحبوش الكحك قوي، فقلت لما اعمل الحاجات اللي بالأطعمة دي يعني هتعجبهم، وفعلا عجبتهم جدا. يعني انا عندي البنات اكتر حاجة حبوها اللي بالأوريو، انا اكتر حاجة حبيتها اللي باللوتس. بصوا انا كنت عمالة اشم بس في الروايح ريحة اللوتس خطيرة بجد خطيرة. انا الكحك اللي باللوتس ده عجبني جدا، يعني بعد ما دقت بقى بعد الفطار قلت يا ريتني كنت زودت منه، لان فعلا طعمه جميل اللوتس. وسنة القرفة اللي بتبقى في اللوتس دي كده مدية ريحة للكحك بجد حلوة جدا. بنعملها بنفس الطريقة، بنكور عادي وبنحط برضو بالبصامة، عايزة بأي طريقة براحتك. كده عملنا اللي باللوتس وعملنا اللي بالأوريو. عندي الطعم التالت اللي هو بالريد فيلفت، برضو كان طعمه جميل، ريحته حلوة قوي. يعني أنا لما كنت بفتح كل كيس كده عمالة أشم الحاجة، ريحتها جميلة، ريحتها فعلا جميلة. فزي ما قلت لكم حاولنا بس كده السنة دي ان احنا يعني الكحك طبعا عارفين ان هو سادة ما بنحبش نلعب فيه، بس حبة كده حركات يعني الولاد يفرحوا بيهم وتجديد كده. بصوا اقل حاجة صغننة، يعني انا كنت نسيت اصلا الريد فيلفت ده، افتكرت في الاخر. بصوا كان عندي حبة صغننة جدا عجينة حطيت عليها، بس لما شميتها لقيت ريحتها حلوة جدا، فرحت واخدة كام كورة كده تاني من العجين وحطيت عليهم وكورتهم. بصراحة ما اكدبش عليكم ما كنتش حابة ان انا اكتر قوي في الاطعمة، لاني كنت خايفة الحاجة تطلع طعمها مش حلو. بس لما دقتها بجد ما شاء الله، الكحك السادة جميل، وكمان كل الاطعمة حلوة قوي. شايفين التسوية عاملة ازاي؟ لكن انا فتحت عليها لقيت فيه من جوه كده، تحسوا ان فيه سنة مش متأكدة قوي من التسوية. فبصراحة دخلت كل الحاجات دي تاني، وعدت على التسوية بتاعتها، ويعني قرصت عليها سنة في التسوية. انا بحب الحاجة يا جماعة مستوية زيادة، يعني في البسكوت حتى بحب الحاجة عارفين ليه مقرمشة شوية. فالتسوية دي ترجعلك انتي، تحبي الحاجة تطلعيها بيضة، تحبي الحاجة يعني مستوية شوية براحتك. شايفين كده اللون ده؟ حابة يعني توصليه كده تمام، حابة تتكي عليها شوية تمام، وافتحي برضو كحكاية كده من النص وتأكدي من السوا بتاعها. اهم حاجة بعد التسوية بتاعة الكحك ان انتي تسيبي الحاجة تبرد تماما، سيبيها ساعة ساعتين ان شاء الله 3 ساعات. الحاجة ما ينفعش تتعبى ابدا ابدا، وفيها اي نسبة يعني حتى دفع، يعني دافية سنة. ليه؟ لان ده هيخلي الحاجة تبوظ معاكي.
فخدوا بالكم من النقطة دي. بصوا ما شاء الله الكيلو الكحك طلع معايا 5 صواني، الأربعة دول اللي على البوتاجاز، وكان في واحد جوه في الفرن. انا سويت كله في الفرن الكهرباء، لاني انا عندي بصراحة البوتاجاز بتاعي ده الفرن بتاعه ما بيبقاش مظبوط قوي، فما يعني بخاف بقلق منه بصراحة في التسوية. جبت بقى العلبة، انا قلت كمان هسكره كده، احط عليه السكر واشيله كده جاهز على طول. فجبت العلبة الصغيرة دي علشان احط فيها الكحك اللي هو بالأطعمة. حطيت فيها كحك اللوتس وكحك الأوريو وكمان كحك الريد فيلفت. حطيتهم كده، بصوا حطيت كل صف طعم يعني. اول اتنين دول أوريو، تاني اتنين لوتس، والريد فيلفت كان اقل حاجة هحطه كده جنبيهم. يعني حبيت افصلهم عشان ما يبقوش ايه عارفين متلخبطين. بصوا بقى ده اللي بالاوريو، بجد ريحتهم ما شاء الله وطعمهم حلو قوي. لو عايزه تجربي، لو لسه ما عملتيش الكحك جربي كده في حبه صغيرين، ولو عملتيه جربي ان شاء الله السنه الجايه، وباذن الله هيعجبك. بدات بقى كده اخلص كل الكميه معايا. بصوا دي اللي بالريد فيلفت اهو. واهم حاجة ان انتي ما تحطيش الكحك بتاعك في عارفين حاجة تمتص السوائل. يعني احنا كنا زمان في ناس كانت بتحط الكحك والحاجات دي في كراتين، دي كانت بتشرب السمن خالص من الكحك والكحك ينشف. فحطيه كده تحت كيس نايلون في علبة تكون نظيفة يعني محكمة الغلق، تقفليها كويس. عارفين بقى اللي هما زمان كانوا بيقولك ايه، الكحك يحن على بعضه، اللي هو يعني يطرى اكتر ويبقى جميل و... وتفضل الحاجة كده ولا ريحتها تغير ولا قوامها يغير خالص. هقفل بقى عليها كويس كده وخلاص. دي بقى الكحك السادة حبيت احطه في يعني في علبة تانية. بصوا ما شاء الله الكيلو طلع كمية كبيرة ازاي يا بنات. يعني شوفوا احنا بنجيبه من بره الكيلو ده ما بيبقاش فيه، لان طبعا بيوزنهولك بعد التسوية وبعد ما يبقى حاطين عليه السكر، فالكيلو فعلا بيبقى قليل قوي. يعني بصوا ما شاء الله الكيلو طلع كمية فعلا اللهم بارك يعني جميلة. وجربوها وان شاء الله تاكلوه يا رب كده في الف هنا. شكله جميل، ولما دقناه بعد الفطار جميل ان شاء الله. يعني كمان الطريقة يا رب تكون عجبتكم، واستنوا بقى الطرق التانية بتاعة نواعم العيد كلها. لو وصلتي بقى لحد هنا كده في الفيديو ما تنسيش بقى اللايك الجميل، ويا ريت تكتبي لي كده بقى رأيك ايه في الكحك. وما تنسوش تشتركوا في القناة واستنوا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. نكمل مع بعض كده سلسلة نواعم العيد والأعياد. ربنا يا رب يعني يبقى عيد سعيد علينا، ويبلغنا ليلة القدر يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الأدعية في الوقت ده جميلة، وما تنسوش يعني الدعاء لإخواتنا بالنصر القريب العاجل يا رب إن شاء الله. يا رب يكون الفيديو كده عجبكم وطريقة الكحك بتاعي عجبتكم. وان شاء الله بقى اللي مجربش لسه الكحك يعني ما عملش يجرب بقى الطريقة الحلوة البسيطة دي. ودي كانت الكمية معايا اهو. اهم حاجة تقفليها كويس وتشيلي الحاجة، حاولي تبعديها عن السخونة يعني ما تشيليهاش في المطبخ. يا رب يكون الفيديو عجبكم وباي باي.